ان شاء الله النهارده الدرس بتاعنا هيبقى قاعده جديده. القاعده الجديده دي مرتبطه بزمن اسمه زمن الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط هو اسمه ذا باست ايه؟ ذا باست سيمبل. بس النهارده الدرس بتاعنا سهل جدا. هنبقى نبتدي الاول بالكلمه دي. مين عارف الكلمه دي؟ يوز يعني يستخدم. بالظبط، برافو عليك. يبقى يوز يعني يستخدم. طيب مين يقول لي كده يوز بقت معناها ايه؟ كده بقى معناها استخدام. طيب جميل جدا. يبقى يوز يعني يستخدم ويوز يعني استخدمها. طب ايه رايك لو حطيت لي يوز كلمه تو ده معناها ايه؟ استخدم ليه؟ في ناس هتقول يا مستر معناها استخدم ليه ومعناها يستخدم ليه وحاجات غريبه كده. بص يا سيدي، اول ما تحط كلمه يوز بحرف الجر تو بقى معناها بالعربي اعتاد ان، يعني اعتاد ان يفعل شيء. يبقى الكلمه اتغيرت خالص. يوز يستخدم، يوز استخدم ده بقى فعل ماضي، لكن يوز تو ادتنا كلمه جديده خالص يا نور. بقى معناها بالعربي ايه؟ اعتاد ان. طب يعني ايه يا مستر اعتاد ان؟ اعتاد ان باللغه العربيه معناها ان انت في حد كان متعود يعمل حاجه وما عادش بيعملها. يعني مثلا لما اجي اقول انا كنت متعود ان انا مثلا العب مع اصحابي في الشارع، معنى كده ايه؟ ان انا دلوقتي ما عدتش بلعب مع اصحابي في الشارع. اي حد هتيجي تقول له مثلا انا اعتدت ان اذاكر في الليل، معنى كده ايه؟ ان انت كنت متعود زمان تذاكر بالليل بس دلوقتي ما بتعملش كده. يبقى اول ما تشوف يوز تو يجي في بالك على طول ان الشخص اللي بيكلمك ده كان متعود يعمل الحاجه دي بس ما عادش يعمل. ده معناها كده. الدرس بتاعنا النهارده اسمه يوز تو. طيب مين يقول لي يوز تو هنا لما اجي بستخدمها في زمن ايه؟ بستخدمها في زمن الماضي البسيط. حتى هي يوز عليها حرف الايه؟ حرف الدي. يبقى اول حاجه دلوقتي انا هعرفها استخدام يوز تو. تستخدم للتحدث عن عاده. عاده يعني حاجه انت كنت بتعملها، عاده كانت تحدث في الماضي. عاده كانت تحدث في الماضي يعني حاجه انت كنت بتعملها. طيب ولسه بتحصل؟ لا طبعا، ولم تعد تحدث الان. يبقى خلاص حاجه كنت بتعملها وما عادش تعملها دلوقتي. طيب ازاي اكون جمله باستخدام يوز تو؟ التكوين بتاعي ازاي اقدر اعمل جمله فيها يوز تو؟ قال لك طبعا مش هتبدا كلامك بيوز تو، ما تبدا بمين؟ تبدا بالفاعل بتاع الجمله. يبقى انت كلامك الاول فاعل، بعد كده كلمه يوز تو، بعد كده الفيرب اللي انت كنت متعود تعمله والحاجه اللي انت كنت بتعملها. بس خلي بالك لازم الفعل يكون بعدها في المصدر. يعني يوز تو زائد الفعل في المصدر انفعل. سهله جدا. طب بعد الفعل كمل كلامك بقى. تعال نجرب مثال. لما اجي اقول بالانجليزي انا عايز اقول انا كنت متعود ان انا اذاكر بالليل، او قايل كده اي وبعدين يوز تو. لازم تو يعني يا مستر؟ اهو لازم دي اساس في الايه؟ في الجمله او في القاعده نفسها. وبعد كده الفعل اللي كنت بعمله study at night. يبقى معنى كده انا بقول لك ايه؟ ان انا كنت متعود اذاكر بالليل. معنى الكلام ان انا ما عدتش بذاكر بالليل. طيب بتجي ازاي يعني بالاسئله؟ يجي يقول لك مثلا هنا نقط to play games. يقول لك when she was little or young. when she was little or young ويجيب لك في الاختيارات. ركز كده، use ولا uses ولا used ولا يقول لك مثلا ايه using. طبعا الصح المفروض ايه؟ الاجابه used اللي هي دي اللي فيها حرف دي. طب مثلا ما تمشيش معاك اللي فيها اس علشان انا مفرد. قال لك لا، قال لك هي يا يوز يا بلاش. يا يوز يا ايه؟ يا بلاش. يبقى هنا used to play games when she was little مثلا. ده في الاختيارات. طب لو في السؤال بتاع تصحيح الخطأ ممكن تجي لي في السؤال بتاع تصحيح الخطأ ازاي؟ يقول لك مثلا هنا نفس المثال بس مش هنجيب نفس الكلام بالظبط، نفس الاسم يعني. هنا ويقول لك كده نقط ويقول لك كلمة يوز ماشي، ويقول لك to watch
TV at night. هو عاوز منك ايه؟ عاوز منك تصرف كلمة use مع الزمن المناسب. يبقى الصح ايه المفروض؟ يبقى used. طب وتو ما موجودة خلاص، يبقى انا هكتب used بس. يبقى هنا used to watch TV at night. هنا كانت معتادة أن تشاهد التلفاز في الليل. طب يا مستر لازم بعد used to يجي فعل في مصدر؟ لازم. طب أنفي ازاي بقى؟ مين يتوقع النفي؟ ايوه برافو عليك. عشان ده في الموضوع. ايوه لما نحب انفي اجيب طبعا الاول مين؟ الفاعل وبعد كده اداه النفي اسمها ايه طبعا؟ ما تمشيش دونت. لا. طب ما تمشيش دازنت مثلا؟ لا ما تمشيش ولا دونت ولا دازنت ولا اي حاجه ثانيه ولا ايزنت. ليه بقى؟ لان الكلام في زمن الماضي الايه؟ البسيط. يبقى الفاعل بعد كده didn't وبعدين خلي بالك بقى يوز. عشان في النفي في السؤال في الماضي بس انا ما بعرفش. يعني مستر بشير اسمها used to. ليه خليتها يوز؟ علشان الجمله هنا منفيه في زمن الماضي الايه؟ البسيط. didn't معناها لم. طب لو انا قلت didn't used to بقى معناها ايه بالعربي؟ معناها لم يكن معتاد ان. يعني ما كانش متعود يعمل الحاجه دي. وممكن يكون بقى بايه؟ بيعملها دلوقتي او ما بيعملهاش ما نعرفش، بس المهم ان هو كان زمان مش بيعمل الحاجه دي. خلاص؟ يبقى الفاعل بعد كده didn't بعد كده used to إذا كان فاعل في المصدر بتكمل كلامك. يبقى دي تكوين النفي بتاعي. مصطفى منبعه. نقول جملة منفية. طيب خلاص احنا عرفنا النفي خلاص. طب ناخد مثال على الكلام ده. لما اجي اقول مثلا she بعدين didn't use اقول use ولا used؟ she didn't use to. مثلا نقول she didn't use to stay up late. يعني هي ما كانتش متعوده stay up late معناها تسهر لوقت ايه؟ ما كانتش متعوده تسهر لوقت ايه؟ معنى كده ان هي ممكن تكون بتعمل كده دلوقتي او ما بتعملش احنا مش عارفين. طيب بيجي لي ازاي؟ يا اما يجي لي اختيارات يا اما يجي لي تصحيح. تعال نشوف التصحيح بيجي لنا ازاي. اما اجي اقول لك they واجيب لك نقط واجيب لك كلمه not. اول ما تلمح كلمه not يبقى هو عايز منك جمله ايه؟ منفيه. في اي زمن بقى على فكره الكلام ده بيتطبق على كل الازمنه. اول ما تلمح في التصحيح في الاقواس كلمه not يبقى هو عايز منك جمله ايه؟ منفيه. طيب جاب لك not وجاب لك في التصحيح هنا used. ركز بقى في اللي هو جابه لك. وبعدين قال لك to they not used to understand everything. لحظه واحده everything يعني كل ايه؟ كل شيء. عايزك تنفي. طب قول يا امان قول didn't use. يبقى انا هكتب هنا في النقط دي didn't use عشان حرف الايه؟ الدي. عشان في didn't بيجي used to بس مش ايه؟ مش used. حد فاهم حاجه من الجزء ده؟ نقلب على الجزء اللي بعده؟ تمام؟ طيب بعد كده ناخد السؤال. ايوه برافو عليك. ازاي اعمل السؤال؟ ابدا بدل. طب هو في كام نوع من الاسئله؟ سؤالين. سؤال بهل سؤال اسئله. طب لو هو سؤال بهل يبقى انا هبدا بدل. طب بعد دل الفاعل. طب يا ترى بقى اجيب يوز ولا اجيب يوز؟ يوز بس. يبقى في النفي وفي السؤال تستخدم يوز. في الاثبات بس هي اللي بتبقى ايه؟ يوز. يبقى دل والفاعل ويوز تو زائد الفعل في المصدر وبنكمل كلام. مثلا عايز اسال محمد سؤال. اقول له محمد هل انت كنت معتاد ان تساعد والديك عندما كنت صغيرا؟ هل انت كنت معتاد؟ يبقى انا بتكلم هنا في الايه؟ في الماضي. هساله اقول له did وبعدين you وبعدين اقول له used to. خلي بالك بتيجي في الاختيارات كتير يجيب لك use ويوزد في السؤال بالذات. use او ايه؟ او used. طيب did you used to الفعل اللي انا بساله له هو ايه؟ help your parents. يا مستر اجيب ايه؟ اجيب when you was young when you were young بس. ما انا ممكن اقول له in the past في الايه؟ في الماضي. تمشي اي كلمه داله على ايه؟ على الماضي. طبعا هو لما يجي يجاوب عليا
يا اما يقول لي ايه ها Yes. yes I did يا اما no I didn't. طبعا دي اجابات مختصره. برافو عليك. يا اما يا اما يقول لي yes I used to help my parents. يعني شطار. يا اما نجاوب اجابه مختصره كده ونريح دماغنا yes I did دي اسمها اجابه مختصره، او تجاوب اجابه كامله وتقول ايه yes I used. لا في الاجابه الكامله ما تقولش ده، في الاجابه الكامله تقول على طول I used to. بس لسه انا ملاحظ حاجه برافو عليك تكميل الجمله ان انت رجعت دي. بعمل جمله صح؟ ما انا بعمل جمله بشتغل بيوز بالظبط. yes I used to help my parents. طيب جميل خالص. لو انا هعمل بقى سؤال بقى استفهام، حط في الاول ايه يا نور؟ اداه استفهام وبعدين فعل مساعد اللي هو يبقى برضه ايه؟ did. طب الكلام ده ممكن يجي لي في السؤال في التصحيح طبعا، وده اكتر سؤال بحس ان انتوا ايه متضايقين منه، اللي هو سؤال التصحيح. بنبقى مش عارفين هو عاوز مننا ايه. بص يا سيدي، ده يجي لنا في التصحيح ازاي؟ يجيب لك نقط الاول. اعرف كده ان هو لما يبدا لك بالنقط يبقى عاوز منك ايه؟ سؤال. يجيب لك نقط في البدايه ويقول لك you ويقول لك use مثلا يعني to، يقول لك نقط you use to مثلا نقول walk to school. جاب لك نقط في البدايه. قول يا منار. ايوه ها use to. برافو عليك. يبقى انا التصحيح بتاعي اهو هيبقى 3 كلمات did بعدين يو زي ما هي ما تتغيرش وبعدين يوز تو. ده التصحيح بتاعي. يبقى الجمله لو مصطفى نمبر. طيب يبقى الجمله بتاعتي على بعضها did you used to walk to school. خلاص. طب لو سؤال استفهام بتحط بس في البدايه اداه استفهام. عايز اسالك سؤال واللي هيعرف يرد يرفع ايده. السؤال بتاعي بيقول لك where did you use to live in the past. ده سؤال بنسأله لحد بنقول له where did you use to live in the past. مين يترجم ويجاوب؟ أي إجابة مش شرط تدي إجابة محددة. صح. أين اعتدت أن تعيش فيها الماضي؟ يعني أنت كنت متعود تعيش فين في الماضي؟ ممكن تدي أي إجابة، أي إجابة بقى من دماغك. I used to live in countryside. لما تيجي تجاوب على الإجابة على السؤال ده هترجع لمين؟ للجملة المثبتة. فتقول إيه؟ ها؟ I used to live in countryside. to live وتكتب بقى in أي حاجة. ممكن أقول in the countryside أو in the city أو ممكن أقول I used to live in an apartment. خدنا apartment شقة أو flat. ممكن أقول I used to live in a flat. أنا كنت متعود أعيش في إيه؟ في شقة. طيب جميل خالص. في بعض الأسئلة بقى المحيرة شوية. ركز يلا معايا بقى فيها. هما 3 4 أسئلة كده عشان نخلص الدرس بتاعنا. بص يا سيدي. لما يجي لك يقول لك there used to نقط a bridge here. ده مثال هيقابلنا في الكتاب. in the past. ركز يلا معايا. الإجابة is be find are أو خليها do. There used to not a bridge here in the past. أولاً عايز بس ألفت انتباهك لحاجة. أول ما تلاقي كلمة there يبقى لازم شغلك يكون بفيرب to be اللي هو am أو is أو are أو was أو were أو المصدر بتاعهم اللي هو كلمة إيه؟ كلمة be. تاني أول ما تلمح كلمة there شغلك هيبقى بفيرب to be اللي هو إيه فيرب to be ده؟ حاجة من 5 am أو is أو are أو was أو were أو مصدرهم اللي هو كلمة إيه؟ طيب سؤال بقى. أنا عندي كلمة find الأول عشان نستبعد الإجابات. يا ترى ينفع أقول there used to find؟ لا
مش محتاجه بي كلمه بي، مش قصدي كلمه بي طبعا، انا انا قصدي او ار بالظبط. طب دو تنفع؟ برضه اجابه مستبعده يا عشري. ليه؟ لان ما ينفعش مع الدائره اقول دو. قدامي يا از يا بي. يا مستر صح. بي ندى بي بي. علشان ده مصدر أنا اللي انا محتاجة عاوز بقى. اقول تاني انت يا سيدي اول ما تسمع كلمه there يبقى شغلك بفيرب تو بي. فيرب تو بي 5 حاجات: am is are was were او مصدرهم اللي هو كلمه ايه؟ كلمه. طيب كمان في بعض الاسئله اللي انت ممكن تقابلنا بيقول لك مثلا ايه؟ I ركز كده في السؤال ده. I used to wash my hair with soap in the past. ركز السؤال لسه ما خلصش. but ركز هنا في الكلام. I used to wash my hair with soap in the past. يعني انا كنت متعود اغسل شعري بالصابون في الايه؟ في الماضي. but now بقيت معفن؟ لا طبعا. but now بس حمد I not. اما اجيب اختيارات. بص يا سيدي. I used to wash my hair with soap in the past. الجمله دي مثبته ولا منفيه؟ مثبته صح؟ but يعني لكن. قال لك كلمه but دي اساسا تستخدم للربط بين جملتين او فكرتين متناقضتين. يعني ايه متناقض؟ واحده من ممكن تبقى واحده مثبته وواحده ايه؟ منفيه. حلو جميل خالص. نجيب اختيارات بقى. الاجابه تبقى don't ولا didn't لسه ثواني، ولا am not ولا doesn't. طيب قبل ما نغلط نفكر بس شويه. I used to wash my hair with soap in the past. This sentence is in the past. الجمله دي كده في الايه؟ الماضي. دي هتبقى منفيه. هتبقى ستوب نفهم مع بعض. دلوقتي الجمله الاولانيه في الماضي. حلو. انت هنا مع بعض لحظه واحدة. مع بعض انت بدات جمله جديده اهو. but now الجمله الجديده دي بزمن ايه؟ مضارع. عشان دلوقتي يبقى سؤال بقى، الاختيار الجاي يبقى ماضي ولا مضارع؟ لا مضارع. الاختيار الجاي يبقى مضارع. يبقى اول حاجه تستبعدها didn't. خلاص تشيل didn't على طول. طيب يا مستر اختار بقى don't ولا am not؟ طبعا doesn't كمان هتستبعد. ليه؟ عشان حاجه اسمها I doesn't. قدامك اثنين، يا don't يا am not. قبل ما تختار ترجع لحاجه معينه. الجزء ده مهم على فكره في الدرس. ترجع لحاجه معينه. ايه هي الحاجه المعينه؟ الفعل اللي بعد used to في المصدر. قبل ما تختار سواء am not او don't ترجع للفعل اللي بعد used to. لو لقيته اسبوعي ثواني، لو لقيته فعل اساسي يبقى شغلك ب don't او doesn't او do او does. تاني لو لقيت ما هو ده سؤال صعب عشان تفكري. لو لقيت اللي بعد used to فعل اساسي، ايه مستر فعل اساسي ده؟ ممكن يبقى حاجه ثانيه. ما هو ممكن اللي بعد used to يبقى كلمه be اللي هو فيرب ايه؟ لو لقيت اللي بعد used to فعل اساسي يبقى شغلك ب don't او ب doesn't او ب do او ب does. طب am not لا مستبعد. يبقى الاجابه الصح كلمه ايه؟ طب مثال تاني ركز تفهم دلوقتي. اللي ما فهمتوش دلوقتي هتفهمه. I used to be. ركز بقى معايا. I used to be short. يعني أنا اعتدت أن أكون إيه؟ قصيرا. In the past. برضه في الإيه؟ في الماضي. ما أنت زمان كنت أزعل. In the past. But now ركز يلا. But now I نركز بقى. But now I don't. هجيب نفس الاختيارات. ولا didn't الناس اللي بتقول didn't من شويه، ولا am not ولا doesn't. يلا يا ترى نختار ايه؟ I used to be short in the past. اعتدت ان اكون قصيرا في الايه؟ في الماضي. زمان كنت قصير. الجمله دي الاولانيه دي في زمن ايه؟ الماضي. but now اول ما تقلب عند now يبقى الجمله هنا ايه؟ يبقى اللي جاي مضارع. يبقى اول اجابه تستبعدها هي مين؟ مع السلامه. قدامك 3 اختيارات، يا doesn't يا am not يا don't.
طبعا doesn't كمان مستبعده عشان عشان مين؟ اي ما بيجيش معاه. ممكن الفعل يبقى شي، لو شي مش هستبعدها. ماشي. قدامي يا دونت يا ام نوت. اختار دونت ولا ام نوت؟ ها؟ ام نوت صح. يا مستر انا دلوقتي اخترت. بص يا منى ركزي معايا. انا يا مستر اخترت. انت فوق قلت I don't وهنا قلت I am not. في المثال اللي فوق اللي بعد used to كان فعل اساسي ولا verb to be؟ بنسميه فعل اساسي. طب هنا اللي بعد used to كان ايه؟ ما احنا قلنا من شويه لو لقيت اللي بعد used to فعل اساسي اشتغل ب don't و doesn't و do does. لو لقيت اللي بعد used to verb to be اشتغل ب verb to be اللي هو am و is و are. حد فاهم حاجه؟ طب ناخد مثال اخير. نعم. ايوه كمان مثال عشان تثبت معانا. بص يا سيدي. لو جيت قلت لك دلوقتي سلمى، ركز يلا في المثال. سلمى didn't نلخبط شويه بقى. didn't use to help her mother. ركز يلا معايا. سلمى didn't use to help her mother but now she نقط. اختيارات. توقع بقى الاختيارات. يا ترى الاجابه تبقى do ولا don't ولا isn't؟ خليها is ولا does؟ انا مش هجيب لك ديت خالص، مستبعده. طيب نقرا مع بعض. سلمى didn't use to help her mother. الكلام ده في الايه؟ but now. اول ما توصل عند now يبقى الكلام اللي جاي ايه؟ مضارع. she قدامك حل من الاثنين، يا تشتغل بدو داز ودونت وداز او ودونت إذا ودازنت، هم- يا تشتغل بقى بإذن. على حسب مين؟ مين يقول على حسب ايه؟ على حسب الفعل اللي موجود على بعد حسب الفعل اللي موجود بعد يوز تو. انا مستر اللي بعد يوز تو ايه؟ فعل اساسي ولا فعل تو ايه؟ فعل اساسي. يبقى فيرب تو بي ايه؟ داز. صح؟ يبقى الاجابه ايه؟ خلاص؟ يبقى احنا ما بنختارش. لو جات لنا النوعيه دي من الاسئله ما نختارش الاجابه الا لما نشوف اللي بعد مين؟ اللي بعد يوز تو. اللي بعد يوز تو لو اساسي يبقى هشتغل بدو داز ودونت ودازنت. لو اللي بعد يوز تو فيرب تو بي هشتغل بام واز وايه؟ وار سواء في الاثبات او في النفي.